السلام عليكم ومرحبا بكم مره جديده معايا في القناه. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم هاد التيراميسو ولا التحليه اللي كتجي رائعه بزاف صراحه، اقتصاديه ودغيا كتوجد وكتجي بنينه بزاف. المهم غاديش نطول لكم بزاف في الهضره. بالنسبه لهاد الوصفه اليوم ان شاء الله غادي يحضرها ولدي. كيعجبو بحال هكا وصفات خفافين وساهلين، وقلت علاش لا ما يبارطاجيش معكم هاد الوصفه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. الا بغيتو تعرفوا المقادير وطريقه التحضير خليكم معايا حتى الاخير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير عندنا هاد البسكوي هاد ديال لي بودوار. عندنا بالنسبه للكريمه كريم شونتيي، وعندنا دانيت كراميل والحليب. بطبيعه الحال واش غادي نطلعوا الكريمه ديالنا. بالنسبه للكريمه والحليب البنات كنا دايرينهم في المجمد باش دغيا كتطلع الكريمه وكتجي زوينه صافي. هنا كما كتلاحظوا معايا ها هو الساشي ديال الكريمه غادي نديروه باش يطلع. غادي نزيدو مع داك الكاس ديال الحليب، و منين غادي نطلعوه مزيان غادي نزيدو معاه داك دانيت ديال الفلون. هنا يمكن لكم تزيدوا دانيت ديال الفلون، يمكن لكم تزيدوا ديال الكراميل، يمكن لكم تزيدوا حتى اوريو اللي تشدوها كتهرمشوا شويه طرمي. المهم دائما الاضافات كيبقى لكم نتوما الاختيار. هنايا زدنا داك دانو كما قلت لكم. خديت هنايا نسكافيه درتها مع شويه ديال الماء، وغادي يبدا كيغطس فيه هذوك لي بودوار وغادي يستفهم في هذا المول هذا. هنايا البنات بالنسبه حنا درنا هنايا القهوه، يمكن لكم ديروا الحليب اولا الحليب بالشكلاط، ولكن صراحه اللوغو ديال القهوه كيجي زوين مع ديك الكريمه. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه. غيدير الطبقه الاولى في المول، هنا بعد ما دار الطبقه الاولى ديال دوك لي بودوار هنايا غادي يخوفق منهم الكريمه اللي حضرنا من قبل. غنحاولوا نغطيو كامل دوك البسكوي بهاد الكريمه هذه. صافي هنا بعد ما غطى داك البسكوي كامل بالكريمه غادي يعاود يدير الطبقه الثانيه بنفس الشيء، حتى هي غادي يغطس دوك لي بودوار في القهوه وغادي يديرهم فوق ديك الطبقه ديال الكريمه. غادي نستمروا بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا البسكوي كامل اللي عندنا. كنديروا طبقه ديال البسكوي وطبقه ديال الكريمه. صافي هنايا بعد ما كمل كاع داك البسكوي اللي عنده هنايا كيدير الكريمه كطبقه اخيره من الفوق. غادي يغطي كامل داك البسكوي. وبالنسبه للزينه البنات كيبقى لكم اختياري. حنايا هنايا رشينا غير الكاكاو، صراحه هو كيجي كيعطي منظر زوين. وكتكون هذه الوصفه اللي حضر معكم اليوم ولدي صراحه كتجي لذيذه بزاف. من الاحسن انكم منين تقادوها التيراميسو يا اما تصايبوه في العشيه وتخليوه حتى لغد اللي عاد تاكلوه، سواء تصايبوه في الصباح تخليوه حتى العشيه باش داك البسكوي كتشرب ديك القهوه والكريمه كيجي لذيذ بزاف وكيجي هشيش. هنا انا كنت قطعت معكم باش غير تشوفوا كيفاش كيجي. كان زعما مازال داك البسكوي ما تشربش القهوه مزيان. ولكن على العموم صراحه هاد التحليه اولا هاد التيراميسو كيجي رائع بزاف. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه. شوفوا معايا المنظر كيفاش كيجي من الداخل، طبقه البسكوت طبقه ديال الكريمه. هنا تقدروا ترافقوه بقهيوه اولا شي عصير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكيف ديما كنقول لكم الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلي لايك. كنقول لكم شكرا لكم بزاف على المتابعه، والى فيديو قادم بحول الله.